اللي كاين لحد الساعه الجلسه ديال اليوم هو انه يعني استمرار في ما عايناه وما شاهدناه البارحه. يظهر نفس الشخص اللي هو صوره نفس الشخص اللي عايناه في جميع الاشرطه، واللي تتطابق كل التطابق مع صوره المتهم. اليوم عاينا في الشريط الذي عرض انه يتعلق بضحيه لا توجد من ضمن الضحايا الموجودات اليوم، وهذا اكدته الضحايا الموجودات. اكدنا جميعا ان الفيديو الذي عرض لا يتعلق بهم، وانما يتعلق بضحيه اخرى لا تتواجد الان. واللي غريب في هذا الفيديو اللي لاحظنا هو انه في يعني انا نقول لكم يعني الشخص اللي كيظهر في الصوره يعني حوالي 11 دقيقه وهو يتحسس مؤخرته، يعني والسيده بجانبه، عوض ان يتحسس السيده يتحسس مؤخرته. هذا هو اللي اليوم كان مثير في هذا الفيديو. يعني مساله غريبه، يعني عاده ملي كتكون كتواجد في لحظه جنسيه معينه بجانب فتاه تتحسس الفتاه، اليوم تلاحظوا الشخص يتحسس اعضاء التناسليه وماشي حتى الاعضاء التناسليه، يتحسس مؤخرته واللي نفسروه به هو انه نحن امام شخص اللي يمكن نقولوا شاذ جنسيا. صعب انه في لحظه من اللحظات تتواجد مع فتاه وتترك الفتاه وتنهمك في يعني ملامسه مؤخرتك. هذا صعب. في الفيديوهات ديال اليوم بان لكم ارتفع المنسوب ديال يعني المنسوب غادي وتيرتفع بشكل مريع جدا. يعني اللحظات الشاذة تتزايد يعني لحظة بعد لحظة. الفيديو الأخير الذي عرض عاينا كذلك يعني الشخص يتحسس بطن امرأة حامل وهو يتلذذ بها، مما ادى الى توقف الجلسه تحت انهيار احدى الضحايا التي لم تحتمل ذلك، مما اضطر المحكمه الى رفع الجلسه بعد ان انهارت الضحيه ولم يستطع احد ان يكمل المشاهده. هذا هو اللي وقع الان. الفيديوهات المعروضه هل توضح بان المتهم هو الذي صور نفسه؟ شوف، هذه الواقعه ديال المتهم صور نفسه او لم يصور نفسه، احنا قلناها البارح وتنعاودوا تناكدوها انه جميع العمليات الجنسيه تمارس في مكان معين بذاته. كيف ما انا وضحتها في العمليه الجنسيه عاده عندما تكون فيها رضائيه وعندما تكون يعني لا يشترط ان تكون في مكان محدد. المكتب كبير، يمكن نلقاو في هذه الزاويه، يمكن نلقاو في الزاويه الاخرى. دائما من بعد ما يعني الشخص اللي هو المفروض انه المتهم تينهض من الكرسي ديالو تيقود الضحيه لمكان معين هو المقابل للكاميرا، بمعنى انه يعمل على وضع هذه العمليه او يوثق لهذه العمليه، لانه لما كانش انه تيوثق لهذه العمليه كان يمكن يمارس في الارض، ما يمارس في الكرسي، يمارس في جهه اخرى. المكتب كبير ولكن كيجيبوا من المكان اللي انفص مع الكاميرا. هذا اللي تاكد انه هذا الشخص كان يعرف انه يصور نفسه. هذه اللي تيخلينا نتاكدوا انه العمليه ديال التصوير كانت مقصوده. لا، لحد الساعه لم يتكلم. نحن في لحظات يعني الفيديوهات كلها المحكمه الان في لحظات المشاهده فقط، والمتهم في غالب الاحيان ونحن نعاينه لا يتابع المشهد لانه عايننا وحنا كدفاع كنعاينوا المتهم وكنعاينوا الضحايا وكنعاينوا الناس الحاضرين، الكل مش يعني منتبه للشريط الى المتهم منهمك في امور اخرى غير الشريط. وصلتم القناعه ديال انكم امام شخص مريض نفسي؟ لا يمكن ان يكون الا كذلك، لانه حتى الجنس عنده حدود وعنده شروط، ولكن ان تصل الى حد ان تترك الممارسه الطبيعيه كما احل الله ويعني تلتجئ الى ممارسه اللي غير طبيعيه. يعني اغلب المشاهد لا يوجد فيها علاج، العادي انه بين رجل وامراه يكون علاج. والشيء الخطير في هذه العمليه هو اننا شنو كنلاحظوا شخص كيجي وكيرتمي وكيتسنى وحده اللي تقوم يعني بخلق اللحظه الجنسيه له، ولا يوجد فيها يعني قبول وايجاب. في اللحظه اللي تكلمنا على بنت اللي جايه هي في اطار علاقه غراميه تسعى الى الحصول على اللذه الجنسيه، تيكون هذاك الشيء متبادل. لا، حنا عندنا واحد كيجي كيرتمي وكتبقى هذه السيده كتقوم يعني كتلبي ليه رغبته الجنسيه، بمجرد ما ينتهي هو من تحقيق لذته كينوض كيامرها هي باش تلبس حوايجها وكيلبس حوايجه وكيوقف عادي.
فما تلاحظوش انه الطرف الثاني يسعى الى تحقيق الرغبه ديالو الجنسيه. هذا هو اللي مثير، وهذا هو اللي تاكد اننا امام استغلال، وامام استغلال كيجيب الناس اللي كيلبيو لي رغبته الجنسيه، وكيأكد انه ما كاينش يعني جنس متبادل، رغبه متبادله، لذه متبادله، لا، عندنا واحد اللي كيحقق اللذه ديالو، كيلوط كيسالي وكيامر الضحيه صافي لبس حوايجك بحال حتى شي حاجه بواقع، والضحيه في خضوع تام مسكينه تلبس حوايجها وتتنزوي في مكان بشكل يعني ويظهر انه ما كاينش ذاك الانسجام، ما كاينش ديك يعني كيف غادي نصوروها، ما كاينش يعني حتى ذلك التلذذ باللحظه الجنسيه، لانه اللحظه الجنسيه راه فيها طرفين يسعيان الى تحقيق لذه جنسيه معينه. لا، عندنا طرف واحد اللي كيحقق الرغبه ديالو، الطرف الثاني بما معناه اننا امام استغلال جنسي. ملي كنذكروا على الاستغلال، هذا هو الاستغلال، خصوصا ملي تنعرفوا اننا امام اجيرات تيشتغلوا لديك في مكتب عملك، في لحظه تيخرجوا كل شيء وتتبقى انت في الديسات ميطاج وساد عليك، يعني تهيئ الظروف لارتكاب فعلك في مكان العمل، في مقر العمل، في المكتب ديالك. انا تنقول دائما هذا السيد الا كان يعني وصل لدرجه انه الناس كيحبوه ويعني وجميل والبنات تيبغيو، ما لقيناش شي وحده جات من الشارع وترمات عليه، لا، هذا حاصر عملياته في الناس اللي تيخدموا تحت الامر ديالو، بما معنى اننا امام استغلال لاشخاص اللي تيأديو العمل ديالهم كمستخدمات، ومن بعد عندهم عمل ثاني مفروض عليهم خصهم يأديو عاد يمشيو. هذا هو اللي تيخلينا دائما امام يعني المفهوم اللي حدو المشرع هو الاستغلال. لسنا امام فساد، الفساد فيه لذه متبادله، فيه رغبه متبادله، فيه جنس متبادل. حنا عندنا طرف واحد اللي تيحقق الرغبه، وبمجرد ما ينتهي امر الطرف الثاني بان يرتدي ملابسه. ما عندناش لذه جنسيه متبادله. ونقول لكم وبحضور الزميل ديالي الاستاذ المسكيني، الحقيقه ما شفناش عمليه جنسيه بمفهوم متعارف عليه. شفنا الوسخ، شفنا التقزز، شفنا العفل، هذا يدخل في اطار العفل الجنسي. شفنا ممارسات حاطه الكرامه. صور معايا حزموني، انا طلقت على هذا الفيديو، حزموني ورزموني، ما تعولوش عليا، زولوا لي صباط، يزولوا لي تقاشر، يزولوا لي الفوق ديالي، يزولوا لي كل شيء. السيد مستلقي وقدامه واحد دميه جنسيه تحقق رغباته. اكثر من ذلك شفنا واحد الشذوذ جنسيا داره الجبين، المسح ديال المؤخره مثلا تحسس ولا لمس المؤخره 10 دقائق ما بقاش مقابل فتاه ولا كيدير هو المسائل ديالو لراسو. يعني هذا الشيء وضع مقزز، ونقول لكم هذا الشيء راه كيتكرر، مشاهد متكرره، وكتدل على اننا امام شخص مريض جنسيا، شاذ جنسيا. وهذا الشيء زعما كاينه، وكيفاش الطريقه باش كيتم استغلال ذاك الفتيات. يعني هما ولاو بحال واحد الدميه وعبده الجنس، وعطاهم دوبل طرافاي، دو فونكسيون، كتخدمي بعرق كتافك وهذا هو الاجر، ولكن مع ذلك غنستغلك لانني انا رئيس المؤسسه وعندي واحد السلطه رئاسيه وماديه ومعنويه وغنفرض عليك، بالاضافه للعمل ديالك العادي والطبيعي اللي كتاخذ عليه اجر. هون ستؤدي عملا بدون اجر، وماشي بدون اجر، بالقوه وبالضغط والاستغلال، واستغلال الفقر والهشاشه، ولا درتي شي حاجه تخرجي برا. يعني هما تحت الضغط، تحت الاكراه، تحت الاستغلال الجنسي. وكتشوف يعني كيبان لك غير في المظاهر مقززه، ما كاين حتى علاقه جنسيه من طرف واحد. البنات جايين يديروا داك الشيء مفروضين مكرهين، ما كاينش اراده. وهذا الشيء باش نقول لكم، هذا الشيء راه زعما كاين مقزز وكيتكرر ومحط بالكرامه ولا انساني، وما يقبلوا لا ضمير لا شرع لا الله لا عبد. انا زعما كاينه كنتقزز من هذه السلوكات. انا اللي يمكن لي نقول لكم اننا في الثقافه ديالنا العربيه كنا كنسمعوا بواحد الشخصيه ساديه، هو شهريار اللي كان كيجيب ضحاياه كيمارس معها ومن بعد كيقتلها. حنا اليوم امام شهريار ثاني. الفرق بين شهريار القديم وشهريار الجديد ان هذا كان بمجرد ما ينتهي يقتل ضحاياه، هذا ما تيقتلهمش ولكن تيبقى تيبتزهم. هذا هو الفرق. شهريار ثاني في 2018 يعني يحقق رغباته ويحقق لذته الجنسيه، وبعد ان ينتهي يعني تيفرض على الضحيه انه
غادي تعاود تجي مره اخرى باش يمكن لها تبقى خدامه وباش ما ينشرش الفيديوهات ديالها. اذا نحن امام يعني شهريار اخر من نوع اخر. الفرق بيننا وبينه ان هذا كان كيجيب السبايا وملي كيسالي منهم كيقتلهم، هذا كيقتلهم بطريقه اخرى وبنوع اخر من انواع القتل اللي تنعتبر انه يعني اقصى درجات القتل والاعدام وما يسمى بالاعدام المدني، انني منين نهدك بانك الا ما مارستيش معايا وما اديتيش لي اني غنقطع لك مورد الرزق ديالك. فقطع الارزاق اقصى من قطع الاعناق. لذلك كنوجدوا الضحايا خانعات خائفات على ارزاقهم وخائفات على مستقبلهم ويسعين يعني لتلبيه رغبتي من اجل الابقاء عليهن كمستخدمات، بحكم ان القدر فرض عليهم ان يكون فقيرات ينتميات لعائلات جد فقيره، وان وضعهم الاجتماعي لا يسمح لهم بان يفعلوا اكثر مما فعلوا.